حضراتكم ان احنا الحلم مع بعض، هنكمل طريق الحلم، ومن هنا هنبدا الحلم وهنشتغل، ولازم نشتغل كتير، ده طريق الحلم. انا النهارده بكلم حضراتكم من اكاديميه نجوم اسكندريه، دعوه كريمه من اختي الفاضله الاعلاميه القديره دكتور منى بكر، واخويا الكريم الفاضل مدير الفني الاكاديميه كابتن مهاب جابر. اهلا بحضرتك يا مدام منى. اهلا. ميرسي على الدعوه الكريمه اللي احنا متشرفين واحنا مع حضرتك النهارده. ربنا الاعلام محمد صابر طبعا ووقت الاكاديميه. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا كابتن منى، النهارده بقى كلمينا على اكاديميه نجوم اسكندريه، المكان الجميل قوي اللي انا شايفه النهارده، مستمتع بالمكان بصراحه. ميرسي على الدعوه الكريمه طبعا. انت شرفتنا والله ونورتنا، بس اكتر حد يفيدك في الكلام عن الاولاد اصلا كابتن طارق عثمان. تعالى اتفضل كابتن. اتفضل يا كابتن. هو اللي هيديلك نبذه عن اللعيبه اللي عنده اصلا. طيب كلمنا يا كابتن عن لعيبه، يعني حلمنا وحلم المصريين طبعا من هنا هنبدا مونديال نوصل 2026 من هنا، ونفضل 2050 من هنا. شباب مصر كلمنا على اولا اهلا وسهلا بحضرتك في اكاديميه نجوم اسكندريه، حضرتك اعلامي متميز. ربنا يخليك. ومره ثانيه اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيد جدا انا مع حضراتكم. مبسوط جدا على الاستقبال الجميل يعني. الشرف لينا ان شاء الله. ربنا يخليك. احنا عندنا مجموعه من اللاعبين من مختلف الاعمار السنيه، متمثله في براعم وناشئين، وبناخد بيهم لقاءات وديه ورسميه، وان شاء الله في القريب العاجل هتشوف اكاديميه نجوم اسكندريه بشكل تاني خالص في محافل رسميه من قبل دوريات منظمه عن طريق اتحاد الكوره. وحضرتك اكيد متابع جيد لدوري المحترفين للبراعم والناشئين. طبعا دوري ممتاز جدا. دوري ممتاز. طبعا احتكاك على اعلى مستوى، بيلم لعيبه انديه احيانا في بعض المسابقات، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك زي ما بتقول ان نطلع ناشئ او اثنين او ثلاثه نشوفوهم في انديه كبيره، في منتخبات. يا رب ان شاء الله، ده هنا الحلم، احنا بنشتغل على الحلم. ما بص حضرتك، اللي ما يشتغلش وعنده طموح ولا عنده حلم مش هيوصل. لازم نشتغل. احنا يعني انت بتبشرنا ان احنا هيكون عندنا نماذج ان شاء الله. اكيد حضرتك قعدت وتابعت التدريب وشفت طبعا عندنا مستمتع جدا اصغر ناشئ، اصغر مع اكبر المواليد سنا. وده من اللعيبه المميزه عندنا الكابتن مارتن طبعا، والكابتن محمد طبعا عشمانين ان احنا نشوفه. محمد صلاح واحد. محمد صلاح عندنا اهو ان شاء الله، يعني محمد صلاح هيطلع من اسكندريه ان شاء الله. انا عايز اقول طبعا ان احنا اولا كجهاز فني واداري بنشكر الكابتن مهاب، ما بنخلش على الاكاديميه باي حاجه. الكابتن منى طبعا حضرتك اكيد هي غنيه عن التعريف، اعلاميه طبعا متميزه، طبعا اداريه متميزه طبعا. ما الاعلام مع الاداره كمان بالظبط. يعني ايه الترتيب الاوراق عندنا او الترتيب البيت من تحت هو اساس النجاح اللي احنا بنشتغله. طبعا انا كمان من ساعه ما دخلت الحب بينكم باين قوي. احنا بنشتغل في جو اسري يعني، على فكره مش بنيجي هنا اكاديميه او زي ما انت حضرتك شايف اللعيبه ممكن تخلص التمرين وتجري، بيقعدوا يتكلموا معانا، فالجو اسري للغايه يعني. هو ده النجاح. النجاح الحمد لله. النجاح احنا بالظبط. ده الحب اللي بينجح اي منظومه في الدنيا. اللي هو طبعا المدير الفني للاكاديميه طبعا ما بيحبش كلمه كابتن مهاب صاحب الاكاديميه، لا هو كلنا واحد طبعا. يعني عنده السيستم كله واحد، ما فيش واحد مميز عن واحد. ما بيحبش كلمه لا صاحب الاكاديميه وده شغالين معاه، لا كلنا واحد هنا في الاكاديميه. ده النجاح يا فندم، ده اللي خلى الاكاديميه بتاعتكم متميزه جدا. انا النهارده متشرف ان انا اكون مع حضراتكم يعني. شرف لينا ان شاء الله. في عنصر ثاني اتفضل يا كابتن. اللاعب ياسين. اللاعب ده كان بيلعب في اكاديميه في الامارات على فكره. كابتن ياسين. اهلا ياسين مركزه ايه؟ متميزه هو بيتميز بحته الدفاع. حلو. عنده الميول الدفاعيه اكتر. جميل ده احنا محتاجين جدا بالظبط كده. ومن اللعيبه المتميزه خلقا. معاذ. تمام. وعندنا معاذ لعيب وحارس المرمى. تعالى جنبه. تعالى محمد. طب ياسين، يعني مين قدوتك في الكوره؟ قول لنا كده، عايز تبقى زي مين؟ كريستيانو. طيب ماشي، كريستيانو ده عالمي. مين في مصر؟
ولا حد؟ مش شايف حد معين من نجوم؟ شايف صلاح انت اصلا؟ انت لا انت بتتكلم يعني بتتكلم في الدوري المحلي او هنا انت شايف حد تكون انت شايفه عايز انت تكون زيه كريستيانو. مارتن شايف حضرتك؟ لا حضرتك هو قال مارتن. جميل مارتن. يعني بتاعته. قدوه، هو الله قدوه. دي الروح الجميله. مارتن على فكره يروح البطوله دي، يروح البطوله. مارتن على فكره ناس كتير بتاخده قدوه لانه مميز خلقا قبل ما يكون مميز فنيا. طيب محمد، ما تحب مين اللي انت بتحبه في الكوره كلنا؟ محمد صلاح. محمد صلاح. عايز علي تبقى صوتك زي شوية. محمد صلاح؟ طب ما تعلي صوتك شويه عشان عايزين نسمعك. محمد صلاح ان بتحب شاء الله محمد تبقى صلاح؟ زيه. ان شاء الله تبقى زيه، هو بيحبك كمان. كابتن مهاب، طيب يعني حضرتك شايف، هنتكلم على الفنيات يعني التدريبات، الحلم التدريب اللي حضرتك بتعمله، كلمنا شويه بقى على الشق الفني مع الحلم طبعا، شبابنا طبعا. بالنسبه للاكاديميه احنا الشق الفني عندنا حاجتين في الشق الفني، الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه. تمام؟ يعني احنا عندنا مدرب لياقه بدنيه بس من فتره بتاع معانا عشان الناحيه البدنيه ندفع من الناحيه الفنيه. تمام؟ وبعد كده الناحيه الفنيه كانوا متولاه نموذج تدريبي. تمام؟ يشمل النموذج ده نموذج خططي. تمام؟ ازاي يلعب كره على الارض، ازاي يستلم، ازاي يسلم، مركزه ايه في الملعب، نص الملعب ايه هو، يلعب بره ايه، ظهر ايه هو. فدي الحاجات الفنيه اللي هي من خلال التطبيق العملي في الملعب. تمام؟ دي بتولاها كابتن طارق، يبدا ان هو ينظم فيها اللعيبه ويوقفهم. تمام؟ يكون كل واحد دول لعيب ايه، تمام. مع الناحيه البدنيه. تمام؟ في طبعا الشوتنج بقى اللي هو بتاع الجون زي التمرينه بتاعت النهارده. انا استمتعت جدا بصراحه. عمل شوتنج على الجون النهارده، وعمل نموذج مثلا من فاتت زي عدي زي السن والسن الناحيه اليمين والناحيه الشمال. فده حاجه عمليه تشتغل بنفسك النهارده. جدا انا استمتعت جدا يا كابتن. احنا كل جميع عندنا كل التحيه والتقدير ليك يعني على اعلى مستوى من الفنيين لينا كلنا. وتيم ورك النجاح جهاز فني طبعا. كلنا ايه فن الشهر كلنا تيم ورك واحد من اول مدير فني لحد مسؤول الاكاديميه لحد المدير لحد طبعا. في برضه انسان لازم نحط معانا كابتن مصطفى، ده احد معانا المدربين معانا، بس هو طبعا ايه النهارده مصطفى. ان شاء الله عافاه، ان شاء الله عافاه، ان شاء الله عافاه، ان شاء الله عافاه. كابتن منى بقى، نرجع للشق الاداري. حضرتك ايه المشاكل اللي بتقابلك في الاكاديميه في الشق الاداري؟ هي مشكلة واحدة ان كل واحد لما بيطلع يعني انت عايز تراضيهم كلهم. لو فرقته فصلت هو طلع بيعيط، هو طلع زعلان، تقول له مفيش حاجة عندهم الكورة مكسب وخسارة. كل واحد لا، كل واحد عايز يطلع يبقى هو اللي كسبان، هو الوحيد اللي كسبان. غير كده بقى انت عايز بقى تقعد تنطط وتسمع وتراضي وتفهم. طيب بس لازم في المرحله السنيه دي لازم نقول لهم ان الرياضه في العالم كله مكسب وهزيمه. لازم نعودهم على ثقافه الهزيمه زي ثقافه الفوز. ده العالم كله كده، لازم يتعلموا يعني ايه حضرتك بيكسب على طول. السن حرج، السن حرج كل في واحد المرحله عايز زي ما فرقته حضرتك هي اللي بتقول. تكسب. فعشان تنقل له الثقافه دي ان الكوره مكسب وخساره او دي تقسيمه يعني لازم بتبقى صعبه شويه، فلازم تبقى عايزه تبقى عشان تعرف تراضي كل الاطراف. خاصة انت بتشتغل مع السن ده، بتشتغل مع السن دي، تفاوت في الاعمار. مظبوط. فعشان توصله ممكن واحد مثلا زي مارتن عنده قناعه بالحته دي عشان خلاص السن وصل وثقافته في الرياضيه وصلت ان هو يستوعب الكلام ده. والله المستعان، الحمد لله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا كلنا يعني. طبعا. الحمد لله. طب كابتن منى، الاخصائي الاستشاري النفسي اللي موجود هنا، اعتبر انا برضه الاستشاري حضرتك كمان النفسي اصلا استشاري نفسي. مهم جدا في المرحله دي لازم يكون استشاري نفسي، لان هم بيعدوا على مراحل كتير جدا. طبعا كمان عارف من 4 سنين ل 15 سنه، يعني كمان بناخد فتره مراهقه. ايه المشاكل اللي حضرتك بتقابليها؟ لا هي بص حضرتك، هي مشاكل كتير قوي. هي مشاكل كتير، بس الحمد لله الواحد بيعرف يعني ايه يتدرج الموقف والموقف يعدي. انك انت تراضي لاعب مع لاعب يعني اي مشكله بتحصل. ما شاء الله على خبره حضرتك. التنشنه بتاعتهم في الملعب دي دي مهمه جدا اصلا. اصلها. ربنا بيقدروا عليها. مهمه جدا. شباب مصر انا عايز اسمعكم، يعني كل واحد قدوته ايه وعايز ايه، عايزين نسمع كده. انت شايف نفسك ايه؟ البلان اللي انت حاطه لنفسك. البلان اللي انا حاطه لنفسي ان انا هتعب واوصل اللي انا عايزه. اتمرنت هنا مع كابتن طارق، بحب اشكر كابتن طارق، كابتن مهاب، كابتن مصطفى، كابتن منى. بحب اشكر كل واحد ان هو تعب معايا، ان انا بتعلم من الكبير للصغير، انا اعلم الصغير معايا، وانا ذات نفسي اطور من اللي انا عايز اطور فيه. وبالنسبه لي قدوتي عالميا بيكهام، ومن مصر رمضان صبحي. تمام ان شاء الله تبقى احسن من بيكهام واحسن من رمضان صبحي ان شاء الله. شهاده حق من اكتر يعني الاخلاق هو مارتن. سعيد
حضرتك انت عجبتني جدا لما قلت كلنا بنتعلم من بعض. فعلا كلنا انا واقف معاك بتعلم منك بصراحه. تمام. انتوا اللي هتوصلونا، انتوا الحلم، انتوا اللي برنامج الكره مع محمد صابر، كل البرامج الرياضيه معموله عشان احنا بنشتغل الحلم عشان نبقى 2050، مش هنشتغل بس عشان حلم 2026، لا احنا بنشتغل من دلوقتي ل 2050. انتوا اللي هتوصلونا وانتوا اللي هتوصلوا مصر لاعلى حاجه ان شاء الله. كابتن مبارك طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا دلوقتي، الاختيارات، الفنيات، الشغل. من وجهه نظرك بقى هنتكلم على مشكله كبيره جدا قابلنا حصلت، اكيد كلنا زعلانين. خروج منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه من كاس الامم الافريقيه اتنظم في القاهره في بلدنا، ما عرفناش حتى نكون الاربعه الاوائل، ما عرفناش نوصل كاس العالم للشباب. ايه الاليه والسيستم والخطوات اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي من خبره حضرتك؟ الاليه والسيستم اولا ان احنا خرجنا من البطوله دي اول طلعنا من الكلام ده، فده ليه عوامل. عايزين نسمع حضرتك. اول عامل بقى هتكلم فيه اقول لحضرتك اهو، كوره ليس فيها مجاملات. طبعا طالما دخلت الكوره فيها مجاملات تتوقع بقى ان هي حاجه ممكن تبقى انك تطلع وبتاع ده حاجه ده ليها حاجه. دي واحد. اثنين، انت قعدت عندك نفسك البطوله دي ازاي؟ انت كمنتخب عملت اعداد ازاي للبطوله دي؟ عملت اعداد جيد؟ اشك. دي واحد. مظبوط. اثنين، انت دلوقتي اخترت اختياراتك للعيبه دي على اساس ايه؟ انتقيت اللعيبه دي على اساس ايه؟ ده منتخب المفروض هتلعب بيه، صح ولا مش مظبوط. وصل حضرتك. الكلام ده طبعا ما حصلش. صح. في مجامله لفلان ومجامله لعلان. كان فضيحه يا كابتن. تمام. بصراحه اتفضحنا. كارثه مش فضيحه. كارثه وفضيحه، هي كارثه بكل المقاييس. فاهم انت مثلا اتفضحنا في بلدنا. انت مش منتخب، انت منتخب اولمبي، يعني المفروض انت في عز ما انت الكوره عندك. صح ولا لا؟ الكوره عندك تطلع كورتك انت في الوقت في السن ده. تمام. ازاي تطلع كده بالطريقه دي؟ تمام. يبقى في الاليات كلها اصلا من تحت مش مظبوطه. مش مظبوطه. في حاجات غلط، مجاملات، تمام؟ وما ادراك بقى من غير المجاملات يعني. فممنوع على الخطا، فهو ايه؟ خطا. طبعا اكيد اكيد اكيد. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت المفروض النهارده مثلا راجل بتعمل زي ما قلت لك تكلم المنتخب دي حاجه طبعا ايه، دي غير بقى طبعا الفنيات داخل الملعب، وغير المدربين بتعمل ايه، وغير الناس الجهاز الاداري عامل ايه. احنا كل واحد بيبقى وضع ونظام في الملعب، الاداري عامل ايه مع الموضوع ده. نامل بقى ان احنا ايه نوقف موضوع المجاملات في الكوره. نامل ان احنا نوقف موضوع يعني مش عايز اقول الفلوس بقى في الكوره، اللي هي فهمت المجاملات والكوره مثلا اللي هي الاستثماريه، وان فلوس الكوره بقت فلوس الكوره ده كله غلط، ودي نتيجه الكوره اللي مش كده. نشتغل صح، نشتغل صح ونتعب. بس لان عايزين نقول للناس كلها اللي بيسمعونا دلوقتي من اسكندريه لاسوان، كل اللي بيتابع البرنامج، ان الكوره ما بقتش فهلوه. الكوره كانت زمان فهلوه، دلوقتي النهارده لازم في آلية عندنا وسيستم وبلان نشتغل عليه عشان نوصل. بدون كده احنا مش هنوصل. احنا كلنا املنا ان شاء الله مش 2026 بس، احنا هنشتغل بلان لغايه 2025. ده هدفنا. دي حاجه بقى مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. النهارده مش بتلاقي لعيب كوره فقير. معهوش بقى يدفع مثلا ايه للنادي الفلاني بتاع ده، ما معهوش حقه زي النادي بتاعه. اصبح النهارده انت بتميز اللعيب اللي هو صاحب الراتب. تمام. تمام. انا بسمع حضرتك. صاحب المال. تمام. بيلعب مثلا يكون ما ياخدش حقه زي ده، ليه؟ عشان ده بيلعب بماله وده معهوش المال يلعب ازاي؟ بيروح النادي بقول لك الكلام ده بيحصل واقع، بيروح النادي بيختبر مثلا في النادي بيعمل فلعيب الكوره ما بيتقبلش، لعيب كوره كويس ما بيتقبلش، هو مش يدفع مثلا ايه؟ فلوس المطلوبه منه. توقف معانا اصلا ثلاثه دي مشكله. تمام. احنا لو حدينا الموضوع بقى توقف الموضوع ده كله ممكن تبدا تطلع الكوره. لكن تمام. يكون عندنا سيستم وليه. طب من وجهه نظرك بقى، يعني بعد ما العالم كله شد المغرب واحترام المغرب طبع العالم واحترام المدير الفني وليد الرجراجي الوطني، هو احنا ما ينفعش نحلم ان يكون عندنا مدير فني مصري منتخب مصر؟ مش بقول 2026، بقول نشتغل بلان لغايه 2050. المصري ليه مش موجود في جهاز فني منتخب مصر؟ ايه اللي بينقص المدير الفني المصري رغم احنا كل النجاحات اللي احنا عملناها كمنتخب مصر؟ كابتن معلم تحسين طبعا، كابتن حسين شحاته، وكل النجاحات طبعا كابتن محمود الجوهري الله يرحمه ويحسن اليه. المصري هو ليه تاريخ مع منتخب مصر مش الاجنبي. ليه؟ ايه اللي منعنا؟ مصر. وشفت تجربه وليد الرجراجي، بس انا عايز قبل ما يعني اخلص كلامي مع حضرتك ان وليد الرجراجي ما طلعش كده، وليد الرجراجي اتعدى صح جدا 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 عشان يبقى وليد الرجراجي. اتفضل.
بص حضرتك احنا مصر الحمد لله واحنا طبعا وعندنا اسماء كتير تقدر تقول. عندنا تمام. انت بقى هتكلم بقى انت مش عارف مش فاضي قدام هو يعمل صح او بيعمل حاجات ما بيخلصش. انت مستعجل النهارده زي النظام اللي احنا انت مستعجل النهارده عايز تكسبها كده وتصور صح. مش عايز تبدا من تحت. مش عايز تبدا من تحت. انت ما بتعملش الاعداد انت عايز بقى ايه الحاجه تبقى جاهزه اجيب مدرب من بره يشتغل معايا تمام. هو بيجي ما يعملش حاجه انت تقعد تبص عليه كده تتفرج ما يعملش حاجه تختلف عن الناس اللي بيعملوها. عندك حاجات احسن منك وعندك مواد احسن منك بس اديله فلوس اللي هو يشتغل فيها اديله بقى ايه فرصه ان هو يشتغل. لان انا مقتنع ان الجهاز الفني المصري اعلى مستوى، يعني هو اللي عمل معانا الانجازات كلها. بدليل احنا قعدنا 3 سنين خدنا طبعا ده انجاز طبعا مش حاجه وحشه طبعا انجاز طبعا بس خد الفرصه ساعتها خد الدعم خد الاليه الناس كلها كانت بتدعمه البلد كلها كانت بتدعمه صح ولا لا؟ مظبوط. ايه النتيجه ان هو وصل لكذا مظبوط. ادي ده بقى لمصر دلوقتي جرب معاه شوف ايه اللي حصل. وكمان برضه في حاجه مهمه جدا، انا بناشد انا زمايلي المحترمين الاعلام المكروه والمسموع والمجني زي ما بتساند الاجنبي ساند المصري. انت ليه الهجوم مصر يعني في هجوم بيبقى على المصري الاجنبي مهما اخطا بيبقى فيه مسانده. انا بتمنى ان الاعلام كمان يساند المصري زي الاجنبي. هو ده المفروض بقى اللي احنا المنظومه احنا بنتكلم فيه ده احنا عايزين نتطور في الحته ده اللي احنا عايزين. المصري عنده المال وعنده كوره وعنده فكر ممكن الاجنبي يتطور عليه ابن الوطن رابع الانجاز رابع العالم المغرب. الناس كلها كانت كل الاحترام والتقدير للشعب المغربي والكره المغربيه. هم عملوا سيستم واليه وعندهم بلان ماشيين عليه عشان يوصلوا لكده. كل حاجه ليها سيستم طبعا ليها لازم يكون فيها سبب عشان في نجاح. زي المنظومه الجميله جدا اللي انا متشرف وانا معاكم النهارده في اكاديميه نجوم اسكندريه. بصراحه منظومه على اعلى مستوى من ساعه ما دخلت الحب بينكم والمكان جميل جدا. كلكم كده تيم ورك الحمد لله. كلكم دي الحاجه اللي احنا زرعناها في نجوم اسكندريه ان احنا عندنا كلنا الناس بتحبها من اول لعيبه الكوره لحد المدربين لحد الاداريين لحد كل الناس. احنا عندنا ايه دي زرعه خلاص الناس تحب بعض زي اتفضل زي ما قال لك كده مارتن. بصراحه حاجه جميله جدا ونموذج من شباب مصر. هو ده الحلم، هو ده اللي هيوصلنا لكاس العالم 2050. ده اللي احنا هنوصل فيه وهنشتغل عليه. واحنا كلنا دلوقتي طريق الحلم لازم نشتغل. واحنا مش هنوصل ل 2026 وكمان 2050 الا بنشتغل. هو الحلم لازم يكون له عمل نشتغل يعني طبعا يعني زي ما ذكرت كابتن منى قالت ان حضرتك طبعا صاحب الاكاديميه والروح والحب انت حضرتك معاهم في كل شيء وده النجاح من ساعه ما دخلت. انا كلمه صاحب الاكاديميه دي انا ما بحبهاش. ما انا بقول لحضرتك يعني انا طبعا بسمعها وطبعا استمتعت بحضرتك جدا. قمه النجاح هو تيم وورك. النجاح مش انا، النجاح احنا. لو احنا كلنا نشتغل تيم وورك هنوصل لحته ثانيه، هنروح حته ثانيه في كل حاجه. لكن احنا ناقصنا حاجات كتير جدا. نبطل كلمه انا بس هنوصل لاكتر واكتر واكتر. طبعا انا هرجع تاني كابتن منى. يعني حضرتك دلوقتي في نجوم اسكندريه الاكاديميه الجميله جدا اللي انا يعني واقف وانا متشرف معاكم جدا. اللي عايز يتواصل مع حضرتك عشان يكون معاكم متشرف كده الشباب الجميل ده يتواصل مع حضرتك. فيها ارقام التواصل في خبر ممكن يبقى بشرى طبعا انت عارفه 8 مارس عيد المراه العالمي. كل سنه وحضرتك طيبه. وشهر مارس ده طبعا لو احنا اتكلمنا عنه مش هنخلص. 21 مارس طبعا كل ام مصريه من اسكندريه لاسوان كل سنه وهي طيبه. ومهما قلنا للام كل سنه وانت طيبه مش هنخلص ان كلمه ام دي الام هي الحياه. حضرتك في يعني ممكن يكون عنصر النسائي هيكون موجود في الاكاديميه. يعني الكره النسائيه طبعا بتكلم عن الكره النسائيه باذن الله اكيد يعني. وخلاص يعني قربت نفتحها قريب يعني الاعدادات خلاص. ده خبر جميل جدا. هو ممكن بس العدد يكتمل وان شاء الله هنعلن عنها باذن الله. ونشوف منتخب مصر في السيدات كده ان شاء الله في كاس العالم كده والبطولات الافريقيه كده ان شاء الله. بس العدد قرب يكتمل خلاص وان شاء الله افتتاحها قريب. واي حد هيكون معاكم هنا هيبقى مكسب بصراحه. المكان هنا جميل جدا جدا بالروح الجميله اللي انا شايفها بصراحه.
مش عايز اخلص معاكم الحلقه بامانه شديده، بس انا مستمتع جدا معاكم. وانا بشكر حضرتك طبعا كابتن منى على اليوم الجميل ده. ربنا يخلي حضرتك، وبشكر حضرتك جدا كابتن مهاب. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك. كابتننا الكبير بشكر حضرتك. كابتن حمدي، كابتن طارق بشكر حضرتك جدا يا كابتن طارق على اليوم الجميل ده. النجم بتاعنا بشكرك جدا على اليوم الجميل ده. بشكرك يا كابتن جدا على اليوم الجميل ده. طبعا النهارده انا كنت سعيد جدا مع حضراتكم، وقبل ما اسيب حضراتكم زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه بقى في البرنامج، هستنى حضراتكم على صفحات البرنامج، برنامج الكرة مع محمد صابر الاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.